اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا وصفه جميله جدا بسيطه، ما فيهاش اي تكاليف، كلها مكوناتها يعني موجوده في كل بيت. بس لو حبيتي تشتريها من بره هتشتريها بارقام خزعبليه. ممكن يكون الكيلو ب60 ب80 على حسب المنطقه اللي انت فيها، وانت مش ضامنه انت بتاكلي ايه. فانت هتعمليها في البيت بابسط حاجه والطريقه لذيذة وبسيطة جدا. هتسموها بقى قراقيش، منين بالعجوة، منين سادة، زي ما انتوا تسموها بقى براحتكم. هنعملها مع بعض وهتعجبكم. نص كوباية كوباية زيت وكيلو ونص دقيق هنعمل بيه وليمة. اتفرجوا على الفيديو للآخر بكل التكات والحركات، ولو عجبكم لايك وشير، وما تنسوش بدعوة حلوة قولي من اي مكان بتتابعوني. يلا بقى نروح نشوف الفيديو. ويلا نبدا بقى بالمقادير. هنعمل مع بعض نص كيلو دقيق، بس هنعمل منه وليمه قراقيش ومقرمشات وحاجات بالعجوه وساده وحاجات كده جامده. ده نص كيلو دقيق، بحط عليه رشه ملح وبحط عليه كوبايه زيت. نص كيلو دقيق بياخد كوبايه زيت، انا هحط كوبايه الزيت اهو. وابدا بقى ايه امزجهم في قلب بعض. وقف الفيديو عشان نسيت اجيب المعلقه. وابدا بقى نعمل تاني بعد ما جبنا المعلقه، ابدا بقى ايه نمزجهم كده، خليط كل كيلو في قلب بعض اهو. الزيت في قلب الدقيق اهو، بصوا اهو. نبدا ايه نمزجهم كده في قلب بعض. عايزاه يبقى مخرز كده معايا، بصوا شايفين كده اهو. معلقه. نبدا بقى ايه نقول بسم الله. نبدا بقى نعملها كده لحد ما تبقى مخرزه معانا وتشرب كل دي يشرب كل الزيت اللي معانا. طبعا عايزين تعملوها بالسمن النباتي براحتكم، عايزين تعملوها بالزيت براحتكم، بس انا بعملها صيامي بالزيت. افضل اعمل فيها كده لحد ما تشرب ايه بالزيت. عندكم دقيق وحابين انتوا عندكم سمسم عايزين تحطوا عليها سمسم عادي مفيش مشكله، بس انا عندي ولاد اللي بيحبوها بالسمسم. هخلصها واقول لكم بعد ما نزيدها في قلب بعضها كلها اقول لكم هنضيف عليها ايه. كده ده شكلها بعد ما مزجنا الزيت مع الدقيق مع رشه الملح. وهنا دي كوبايه مجهزين فيها الميه دافيه، معلقه خميره فوريه او خميره كبيره اللي متوفر عندك، ومعلقه سكر كبيره. هنضيفها بقى ونبدا نعجن ايه فعلا. نبدا نعجنها كده ونلمها مع بعض. اعجنها وارجع لكم اوريكم شكلها ازاي بعد ما لميتها. وده شكلها بعد ما عجناها ومجناها في قلب بعضها خالص. هنسيبها تختمر، هنحطها في الفرن عندنا تختمر، وبعد ما تختمر اوريكم هنشتغل بيها وهنشكلها مع بعض ازاي. مش هطول عليكم بقى، هغطيها كده واسيبها ترتاح وارجع لكم تاني بعد ما تكون اختمرت معانا. ونبدا نجهز مع بعض العجوه لحد ما العجينه بتاعتنا تختمر. طبعا العجوه دي احنا عاملينها مع بعض قبل كده، هنزل لكم الفيديو بتاعها في اول تعليق. دي اكياس بتاعه الثلاجه جايبينها. هنبدا بقى عشان نفرد عليها العجوه. نجيب طبق الاول فيه زيت كده، ندهن ايدينا فيه بالزيت ونبدا ندهن العجوه اللي معانا زيت اهو. ونحطها هنا ونبدا بقى نفرد كيس ثلاجه تاني نحط عليها. نبدا نفردها بالنشابه في ايدي وارجع لكم تاني واقفين برضه. واجيب النشابه بقى معايا وابدا ان انا افرد العجوه كده، اخليها متساويه كده معايا اهو عشان تبقى جاهزه معانا لما نيجي نحطها في العجينه اهو. كده كده خدناها بايدي كده اهو. انا عايزه اعمل معاكم كل التفاصيل بتاعته عشان شايفين تفاصيله بالظبط. كده رققنا العجوه معانا اهو في قلب الكيس بتاعنا اهو. وهرجع لكم تاني اول ما العجينه معانا تخمر هرجع لكم ونشكلها مع بعض. كده العجينه معانا اختمرت. نبدا بقى اقطعها عشان اشكلها معاكم. اقطعها يعني ايه احجام قد بعض كده. شيل دي وابدا ايه اقطعها كده اهو. جبت دي ماشيه هنا بصوا. ابدا بقى كده افرد معانا علشان هنعملها طبقتين عشان نحط حشو العجوه اللي احنا عملناها دي هنحطها في النص. احنا هنحاول نرققها بقى اهو. نبدا بقى ايه شايفين كده رققناها خالص معانا. ودي اول طبقه هتكون جاهزه معانا. نمسك بقى القطعه الثانيه برده بنفس النظام. هنا دي هنجيب بس الحشوه اللي احنا عملناها اهو. نبدا نظبطها بس كده اهو. بصوا بعد ما حطيناها عشان تبقى في العجينه كلها اهو. وهنبدا نفرد بقى العجينه دي برده نحطها كده. نبدا نفردها بالظبط على العجينه. بصوا انا افردها لوحدها وارجع احطها تاني لان كده بهدلت معايا. اقفليها. فردتها الاول وبعد كده رجعت ان انا احطها عليها لان اتبهدلت مني لما انا حطيتها دي. وابدا بقى ان انا اسويها كده في قلب بعضها كده اهو. رققها جميل اهو. اظبطها كده خالص خالص كده. وابدا بقى ايه اجملها اهو. بصوا عشان يبقى كده شكلها حلو معايا. بصوا عشان اشكلها كده وتبقى شكلها حلو معايا زي الجاهز اللي احنا بنشتريه اهو. بالظبط كده اهو. شايفين هنجيب صينيه وطبعا هي بتبقى كلها زيت او الماده الدهنيه اللي فيها اهو. ابدا ارصها بقى كده. ابدا ارصها. ده اول شكل انا عملته. هوريكم تاني شكل. هخلص الشكل عشان ما اطولش عليكم. هخلص الشكل ده وارجع لكم تاني اوريكم الشكل التاني هيبقى شكله عامل ازاي. وده تاني شكل معانا هنبدا نعمله مع بعض. بصوا ده تاني شكل معانا. نبدا نجيب الزيت العجوه معانا عندنا ايدينا بس كده عشان هنعمل العجوه صباع طويل اهو.
ده تاني شكل معانا. هنبدا ان احنا ايه نشكل بيه العجوه اهو بالزيت عشان ما تلزقش في ايدينا. نبدا نحطها وكده نقوم هغسل ايدي وارجع لكم تاني عشان ما بهدلش. ورجعت بعد ما غسلت ايديا هبدا بقى ان انا ايه الفها كده 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 اهو رول كده اهو. بقت معايا رول كبير اهو، وابدا بالمشابه ابدا افرد فيها. ارققها بقى خالص خالص يعني تبقى رقيقه لان احنا هنلفها. ده بقى بيسموه ايه كعب الغزال بقى، يعني هي تبقى رقيقه نبدا نشكلها مع بعض. ابدا ايه ارقق فيها كده عايزاها رقيقه خالص اللي هو العجوه ممزوجه فيها جوه، وابدا ان انا اعملها رول رقيق كده خالص خالص عشان هلفها. بصوا شايفين بقى عامله ازاي؟ شايفين اهو. بصوا ابدا بقى اشكلها اظبط الاطراف بس بتاعتها كده اهو. الاطراف بتاعتها ابدا اظبطها ماشي اهو. اشيل الزياده دي مش هرميها، ده انا هشكلها تاني اعمل منها شكل تاني. وشايفين ابدا دي بقى ايه اهو صوابع طويله اهي اهي هشكلها زي ما بيقولوا اللي هو ايه كعب الغزال. بصوا هلفها كده 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 اهو. شايفين اهو ده هيبقى شكلها. لو حابه ان انا اقسمها اتنين اهو اهي عشان ما تبقاش تخينه قوي اهو. هكمل كل اللي معانا وارجع لكم تاني، اخلصهم كلهم وارجع لكم تاني. دي بقى اللي احنا عملناها هنشكلها برضو، دي اللي هي الاطراف هنبدا نشكلها برضو هنا اهي. نبدا نحط فيها العجوه كده نلمها على بعضها ونشكلها تاني اهو. دي انا عامله واحده بس كبيره كده شكلها ايه بصوا فيها فتحتين كده زي اهو كذا فتحه كده اهو. اخر بقى دقايه كده قبل ما تدخل الفرن هوريها لكم. هغسل ايدي واجهزه واوريها لكم. قبل ما ادخلها بقى الفرن ده معلقتين عسل خفاف بشويه ميه، وابدا بقى ايه ارش على الوش كده علشان يبقى متحمص معايا كده ومدي لون حلو كده على الوش. ابدا بس ايه كل ادهنها كلها كده. انا قلت اعملها معاكم عشان ايه كل التكات بتاعتها تبقى ايه قدامكم. اخلصهم هدهنهم وادخلها الفرن على درجه حراره 200 على الرف الاوسط، وهوريها لكم بعد ما تستوي شكلها ازاي.